ولي اسمه عروضة، تعرفوه؟ فالعروضكي هذا من السلف الصالح، له البيتين: يقولون لي ضيعت عمرك في الهوى وما فاتني شيء إذا كنت ألقاكم. ما بفوتني شيء إذا كنت ألقاكم. لئن كان قوما بالزوايا تقيدوا فإني أرى كل الوجود زواياكم. خمسني الشيخ النابلسي قال: فؤادي له في رتبة الحب ما نوى. فؤادي يعني قلبي، أو الفؤاد رأس القلب الممتد إلى الصدر، هذا الفؤاد. فؤادي له في رتبة الحب ما نوى، وبالقرب مني بدلت ساعة النوى، ساعة البعد. وصحب عليهم حاكم الفعل قد حوى. نعم، حاكم العقل قد حوى. وصحب عليهم حاكم العقل قد حوى. يقولون لي ضيعت عمرك في الهوى. أهل العقل المحدود المعقول والعاقل يقولون لي ضيعت عمرك في الهوى وما فاتني شيء إذا كنت أبقى. أحباي، هذا منادى، أحباي إني المستهام المجرد. جرده، أخذ جميع ما يحتوي من رأسه وبقي روحا. جرده من إحساسه، من جسمه، من أحباي إني المستهام المجرد، وأنتم كرام ما على يدكم يد، ما فوق يدكم يد. ووالله ما لي ووالله ما لي في يميني تردد، لئن كان قوما بالزوايا تقيدوا فإني أرى كل الوجود زواياكم. كل ما لقيت شيء بكتبه بحطه مشان أحفظ ما بحفظ. الدردان أحسن مني، هذا بيحفظ أنا ما بحفظ. شوف لحظة. أيوة. إنما وحدة الوجود لدينا وحدة الحق، فافهموا ما نقول. وحدة الله وحدة لا سواها، شهدتها منا الكبار الفحول. وسواء قلنا الوجود أو الحق، وحدة الوجود أو وحدة الحق، فلا فرق عندنا يا جهول. لا تظن الوجود حيث ذكرناه هو الخلق، عندنا المبذول. لا، وين هذا هالك، كل شيء هالك، الوجود إله، أما نحن ثابتين بإثباته، ممحوين فيه. نعم، حضرة ذاته. لا تظن الوجود حيث ذكرناه هو الخلق، عندنا المبذول. هو حق بعد الفناء عن سواه. وحدة الوجود لا نشهدها
ولا ندركها إلا بعد الفناء عما سوى الله، ما لنا علاقة فيها. هو حق بعد الفناء عن سواه يتجلى فتضمحل العقول. فلهذا كان الفناء هو شرطا عندنا للمريد فيه حلول في مقام الفناء، حتى لا يبقى له شعور حتى ولا بنفسه. ولهذا كان الفناء هو شرطا عندنا للمريد فيه حلول، وهو الفناء، وهو طهر الأرواح من نجس قد حل فيها من الكثيف يجول، من الكفائف. لطخ الروح حين خالطها، حين حبسوها بهذا القالب، والقالب لا يهوى إلا الشهوات والمحسوسات، لأن المحسوس لا يرى إلا المحسوس. نعم. لطخ الروح حين خالطها إذ جهلته وغاب عنها القبول، واعتراها أيضا هنا حدث من كل معنى به الحجى مشغول العقل، مشغول الزخارف. فالنجاسات مانعات المصلي، والأكوان مانعات الشهود. لا تصح الصلاة بوجود النجاسة، وكذلك لا تصح الشهود بوجود السوى. هو يرى الممكن بالممكن. يرى المخلوقات بخالقها، بمدد خالقها. النجاسات مانعات المصلي، وكذاك الأحداث حين تحول بين ربي وبينه، فارفعوها بعلوم السماء يكون الوصول.